السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي. النهاردة هنعمل الملوخية الخضراء بطريقة سهلة جدا 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 وبسرعة. مش قادرة أقولك، مش هتاخد معاكي أصلا ال10 دقايق. تمام، احنا حطينا حلة على النار. الحلة دي فيها شوربة لحمة، شوربة فراخ، ما عندكيش حطي حبة مية بس صغيرين. تمام، عشان بعد كده زودي المية أو الشوربة عشان الملوخية بتاعتك ما تبقاش اللي هي خفيفة معاكي. تمام، فانا حطيت حوالي كوبايه من الشوربه. ما عندكيش قلتلك حطي ميه وعليها مكعب مرق، هيديكي نكهه فظيعه برضو حلوه جدا. تمام، انا حاسبها هي بتسخن اهي، هتغلي. وبعد كده بصوا بقى، انا هنا عملت ايه. انا بشرت بصلايه على طماطمايه زي ما انتوا شايفين، وهحط عليها ملح وفلفل وكزبره ناشفه. بصوا اهو، حطيت عليها، مش عارفه انتوا كده شايفين. تمام اهو، كزبره ناشفه وفلفل اسمر وملح. وهبدا اللي انا ادعك فيهم كويس قوي. يا سلام بقى لو بايدك كمان ادعكي فيهم كويس جدا 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 بالمنظر ده. وعندي الشوربه بتاعتي غلت على النار. تمام، هنزل بكده بالطماطم والبصل. تمام، وهقلب كده لحد برضو ما تغلي معانا. تمام، لحد ما تغلي بقى. هنا حضرت ايه بقى في الطاسه الصغننه دي؟ طبعا معلقتين 3 حبه حلوين من الثوم المفروم، وحطيت عليه كزبره، وهحط برضو رشه فلفل اسمر صغيره ورشه ملح. شايفين الشوربه بتغلي معايا ازاي؟ الريحه فظيعه. جربوها بالطريقه دي، سهله وجميله جدا. عندك بقى ملوخيه ناشفه بنفس الطريقه. عندك ملوخيه خضراء انت خرطاها وعاملاها بنفس الطريقه. انا هستخدم الملوخيه بتاعه الشركات عشان دي عطت معايا نفس النتيجه بتاعه الملوخيه الطازه. بصوا انا كده ايه، التومه هرستها، هاخد معلقه بصوا صغننه. تمام، وهحطها هنا مع الشوربه. الريحه فظيعه، شايفين بقت تغلي فظيعه. هبدا اجيب الملوخيه بتاعتي وهتحطي الكميه اللي انت محتاجاها. انا مش عايزه كتير اهو كده. هي دي الكميه اللي انا عايزاها. شايفين خضره وجميله ازاي؟ وهبدا بقى اللي انا احرك فيها بالمنظر ده. بصوا خضرها تحفه تحفه تحفه، ولا ريحتها. القوام بقى حسب ما انت عايزه، انت اللي بتحدديه. بتحبيها اللي هي تبقى خفيفه او مش خفيفه. بصوا هو القوام ده حلو. بصوا قبل ما ازود شوربه وازود ميه والحاجات دي، تغلي بس وهطفي عليها تغلي، لان انا مش عايزه يعني غلوه واحده، وهطفي عليها اهو بالمنظر ده. شايفين شكلها ولا ريحتها؟ ريحتها فظيعه. بصوا بقى الخلطه بتاعه التومه دي هحط عليها حوالي 3 معالق زيت كده حلوين، او سمنه اللي انت عايزاه. بس انا بفضل زيت، بيدي للملوخيه لمعه وبيبقى حلو جدا 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 يعني. هي دي طريقتي اللي انا بقول لكم عليها. بصوا الملوخيه غلت معايا اهي، شايفين دي كده بتغلي معايا. وكده انا مش عايزه اكتر من كده. بصوا اخدت معاكم قد ايه؟ ما كملتش دقيقه اصلا. خلاص، فهطفي عليها. ودلوقتي هنعمل التقليه اللي هي دي. حطيت زيت اهو على الخلطه اللي احنا لسه قايلين عليها. حطينا التقليه بتاعتنا على النار كده، ماشي. شايفين حبه زيت محترمين. والثوم برضو الملوخيه بتحب الثوم الكتير. انا بقى بعمل طبق الملوخيه ده، تعملي جنبه فراخ محمره وطبق رز بالشعريه.
بتنجان مخلل وبالعيش بتبقى خطيرة بقى. بالعيش انت ممكن تاكلي 10 ترغيفة اصلا. بصوا، هبدأ اللي انا اصفر البصلاية تطلع ريحتها، واصفرها هتبقى خطيرة. الريحة يا جماعة، الريحة صدقوني جربوا الطريقة دي، ما خدتش 5 دقايق للناس اللي عايزة الاكل السهل. مفيش اسهل من كده. ريحتها تطلع وتتصفر. بصوا ايديكي فيها على طول، عشان البصل اول ما بياخد لون بيمرض. فما تسيبيش سوري التوم، فما تسيبيش التوم على النار كتير. الريحه تطلع، يبدا اللي هو لونه يتغير. بصوا بدا اهو كده. شكرا، احنا كده في التمام. والملوخيه كمان بتاعتنا جاهزه، يبقى احنا كده تمام التمام. شايفين؟ انا مش عايزه اكتر من كده. ودي الملوخيه بتاعتنا اهي، ماشي. وهي التقليه، وهنروح حاطينها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بقلبها كده، عشان كده بعملها في الطاسه الصغننه دي. اقلب. ادي الملوخيه بتاعتنا خلصت. مفيش احلى ولا اسهل من كده. شايفين؟ حقيقي مفيش ولا احلى ولا اسهل من كده. خطيره. بصوا احنا هنغرف بقى الملوخيه مع بعض. هو ده القوام اللي انا عايزاه. بصوا، شايفين؟ واو. والريحه خطيره خطيره. شفتوا الاكله ما خدتش معايا 5 دقايق بالظبط. سهله جدا وحلوه جدا، وصدقوني هتتبسطوا جدا منها، لانها فعلا سهله وبطريقه حلوه جدا. اتمنى الوصفه بتاعتي السهله البسيطه دي تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير، وتدوسوا على الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.